حكايتنا النهاردة بتبدأ عن إعلان في التلفزيون الفرنسي لطباخ مشهور اسمه جوستو، وبيظهر برضه في التلفزيون ناقد أكل مشهور اسمه إيجو أنطونيو، وكان بيقول إن مش أي حد يقدر يطبخ ويكون أكله حلو. وبعدها بيظهر فار اسمه ريمي، وكان بيتكلم عن نفسه وبيقول لنا إن حياته صعبة جدا، أولا لأنه فار، وثانيا لأنه عنده حاسة تذوق وشم قوية جدا. وبعدها بنشوف أخوه ميل اللي كان بينبهر وبياكل أي حاجة قدامه، وبيظهر كمان باباه، وده كان قائد العشيرة وما كانش بيعجبه أي حاجة خالص. وفي مرة بيكتشف ريمي من ريحة الأكل إن الأكل ده فيه سم فران، فساعتها باباه بيعرف الموهبة اللي عنده، ومن وقتها الفيران كانت بتروح له علشان تسأله الأكل ده فيه سم ولا لأ. وفي يوم من الأيام ريمي بيقول لباباه إنه زعلان إنهم عايشين ياكلوا من الزبالة ويسرقوا الأكل، فباباه بيعترض على كلامه وبيقول له أصحاب الأكل دول بيرموه، يعني إحنا كده مش بنسرق وهم خلاص ما بقوش عايزينه. بس ريمي كان مقتنع إن هو لازم ياكل أكل نضيف، وإن الأكل ده مكانه في المطبخ زي البني آدمين علشان دايما نضيف وما فيهوش سم. وبعدها بيقرر ريمي ياخد أخوه ميل ويدخلوا بيت علشان يدوروا على زعفران يحطوه على الأكل. بس وهم في البيت ريمي بيشوف التلفزيون وبيعرف إن الطباخ جوستو مات، وفي الوقت ده صاحبة البيت شافت ريمي وإيميل وطلعت تجري وراهم، بس وهم بيجروا بسرعة بيقدروا يهربوا منها. وكمان ريمي أخد كتاب الطبخ وهو بيهرب مع إيميل، بس ساعتها ريمي وهو بيهرب بيتوه وبيقع في المية، وبيحاول ينقذ نفسه بالكتاب لحد ما بيوصل لمواسير الصرف. وبعدها لما بيطلع من المية بيلاقي نفسه في صفحة الكتاب، وكان بيتخيل نفسه إنه بيتكلم مع جوستو، وجوستو وقتها بيقول له أنت لازم تطلع بره المواسير دي وتشوف العالم وتنسى اللي حصل لك. فريمي بيسمع كلامه وبيطلع بعدها وسط البيوت، وبيتفاجئ إن هو في مدينة باريس، وبيلاقي مطعم جوستو فبيفرح جدا. وجوه المطعم ده الطباخين كانوا شغالين كلهم، وبيدخل عليهم الشيف سانكر، وبيلاقي واحد قاعد على جنب، وبيعرف إن الولد ده ابن واحدة صاحبتهم كانت شغالة معاهم زمان، والولد ده كان اسمه لينجويني. وبيقدم الجواب اللي معاه لسانكر، وده الجواب اللي سابته له مامته قبل ما تموت علشان تساعده إنه يلاقي شغل في المطعم. فسانكر وقتها بيقرر يعينه عامل نظافة. وريمي كل ده كان واقف فوق وبيتفرج على المطبخ، بس بيقع بالغلط في حوض الغسيل المليان مية، وبيدور على مكان يستخبى فيه لحد ما يوصل لحلة الشوربة اللي لينجويني بوظها. ولما بيشم ريحتها بيعرف إن فيها مشكلة، وساعتها بيبدأ ريمي يحط فيها بهارات علشان يعدلها بسرعة. بس فجأة وهو بيعمل كده لينجويني بيحبسه في مصفى، ولما الشيف دخل عليه عرف إن الشوربة حد لعب فيها، ومسك ساعتها لينجويني وكان بيزعقله علشان هو اللي بوظ الشوربة. بس وقتها الجرسون كان خلاص أخد الشوربة ومشي، والشيف ساعتها بيطلع يجري وراه علشان يلحقه قبل ما ينزلها للزبون، بس وقتها ما بيلحقوش، وطبعا بيكون متعصب جدا وبيطرد لينجويني من الشغل. بس بعدها بشوية الجرسون بيرجع للشيف وبيقول له إن الزباين بيسألوا عليه، فالشيف أخد الجرسون وراح للزبون اللي طلبه، وبتطلع إن دي ناقدة أكل مشهورة جدا، ولما دقت الشوربة طعمها عجبها جدا. وبعدها الشيف لما رجع المطبخ كان متضايق جدا من اللينجويني، بس ساعتها الشيف كولت قالت إنه ما ينفعش يطرده، وكمان لأن الناقدة عجبتها الشوربة وأكيد هتكتب مقال عن المطعم. فالشيف بيقول لها خلاص طالما انت مهتمية بمستقبله كده انت اللي هتبقي مسؤولة عن تدريبه، وبيقول للينجويني هخليك تعمل الشوربة دي مرة تانية بس هتكون تحت النظر. وريمي في الوقت ده كان بيحاول يخرج من المطبخ، بس الشيف بيشوفه وبيقعد يزعق، فلينجويني على طول مسكه والشيف قال له يرمي الفار ده بعيد جدا. فبيخرج لينجويني بالفار وبيروح علشان يرميه في المية، بس بيبصله وبيزعقله قبل ما يرميه وبيقول له انت السبب في اللي حصل ده. بس بعدها بتيجي فكرة في دماغه وقال طالما الفار ده هو اللي عمل الشوربة لأول مرة فليه ما خليهوش يعملها مرة تانية. وبكده قرر انه ما يرميش الفار في المية وهما الاتنين يساعدوا بعض، وده لان لينجويني اصلا ما بيعرفش يطبخ. وبعدها لينجويني بياخد ريمي معاه البيت، وكمان بيفرجوا على البيت بتاعه وبيقعدوا هما الاتنين يتفرجوا على برج ايفل من الشباك. وفي اليوم اللي بعده لما لينجويني بيصحى من النوم بيلاقي ان الفار ريمي يحضر له فطار جميل جدا، وبعدها بيروحوا هما الاتنين للمطعم. وساعتها لينجويني بيقرر انه يحط الفار في الهدوم،
ولما بيدخلوا المطعم بيفضل الفار يعض فيه، والطباخين كانوا عمالين يتفرجوا عليه وكمان ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل معاه. فاللينجويني بيدخل التلاجة من كتر العض وبيكتشف ان الفار ده كان جعان، وبعدها بيوصلوا لحل معقول شوية، وهو ان الفار ريمي يقعد في الطربوش بتاع لينجويني ويبدأ يحركه عن طريق شد الشعر، وكانوا بيتدربوا كل يوم على الموضوع ده علشان يعرفوا يشتغلوا بيه. وفعلا في اليوم اللي بعده بينجحوا ان هم يعملوا الشوربة مرة تانية، والشيف سانكر لما دقها عجبته برضه، وساعتها سانكر بيقول له انه لازم يتعلم كل الاكلات وبيسلمه الكولت علشان تعلمه كل حاجة. بس لينجويني لما بيروح لها بتقول له انا تعبت جدا علشان اوصل للمكان ده، ومش هسمح لحد زيك يضيع اللي انا عملته، فعلشان كده لازم تسمع الكلام واياك تغلط اي غلطة. بس من الناحية التانية الشيف كان بيقلب في الجوابات ويلاقي جواب من مامة لينجويني، وكانت كاتبة في الجواب ده إن لينجويني يبقى ابن جوستو، بس ولا هو ولا جوستو كانوا يعرفوا، وهي بس اللي كانت عارفة السر ده. فعلى طول الشيف اتصل بالمحامي بتاعه علشان يعرف ايه الحكاية دي. فالمحامي بيقول له إن وصية جوستو لو مرت سنتين من غير ظهور أي وريث للمطعم هيبقى ملك للشيف سانكر، بس بظهور لينجويني خلاص الموضوع كله هيبوظ. بس بيشك الشيف سانكر في الكلام ده وبياخد شعرة من طربوش جوستو، وبيقول له هناخد نفس الشعرة دي من لينجويني وهيبان هو ابنه ولا لأ باختبار الحمض النووي. ومن الناحية التانية كولت كانت بتعلم لينجويني ازاي يطبخ وازاي يمشي على الخطوات اللي كان بيعملها جوستو بالظبط، وانه لازم يمشي ورا الوصفات بالظبط وما يحطش التاتش بتاعه نهائي. وفي نفس الوقت ده الزباين بدأت تطلب أكلات جديدة غير اللي في المنيو، فالشيف بيقول للينجويني يعمل له وصفة من وصفات جوستو، وبيختار له أكلة صعبة جدا، وده لأن الشيف كان عايز يبوظ الخطة بتاعت لينجويني ويثبت إن هو فاشل ويطرده من المطعم. فبيبدأ بعدها لينجويني إن هو يحضر الوصفة بمساعدة الفار، وكولت كانت هي المفروض اللي بتشرف عليه، بس برضه الفار كان بيعمل اللي هو عاوزه وكان مخلي كولت متعصبة خالص. ولما خلصت الوصفة واتقدمت للزباين الزباين عجبتها جدا، وبعدها المطعم كله حرفيا ما بقاش يطلب غير الوصفة دي. بس الشيف بيلاحظ ان الفار جوه الطربوش بتاع لينجويني، فبيثبت الشيف مكانه وما بيعملش اي حاجة وبيكون مصدوم. وبعدها بيطلع لينجويني علشان يريح الفار بره، ولما بيدخل المطبخ تاني الشيف كان مستنيه وشال الطربوش بتاعه، بس للأسف ملقاش الفار وخطته باظت. وريمي هو بره المطعم بيشوف أخوه إيميل وبيجري بسرعة وبيحضنه، وبيلاقيه برضه لسه بياكل من الزبالة. فريمي على طول بيخش المطعم علشان يجيب له أكل نضيف من التلاجة، ولما بيرجع تاني بيحاول يخليه يستطعم الأكل، فأخوه بيقول له إنه لازم يرجع المستعمرة معاه ويعرفهم كلهم إن هو لسه عايش. وفعلا رجع المستعمرة وأخد ريمي معاه، وطبعا كل الفئران كانوا فرحانين جدا برجوع ريمي، بس ريمي بيقول لباباه إنه مش هيفضل قاعد معاهم، وقال له برضه إن البشر مش وحشين زي ما انتوا كنتوا بتقولوا. فبيستغرب من كلامه وبيقول له تعالى معايا هوريك حاجة، وبيلاقي قدامه مصايد فئران وسم، وبيقول له إن الحاجات دي هي اللي بيستخدموها البشر ضدنا. بس برضه ريمي بيصمم على رأيه وبيقول له إنه لازم يرجع المطعم للينجويني. ولما بيوصل للينجويني بيلاقيه نايم في المطعم، فبيدخل جوه الطربوش بتاعه وبيحاول يحركه، ولما عرف يقومه دخلت عليهم كولت وسألت لينجويني عن اجتماعه مع الشيف، فلينجويني ما بيردش عليها لأنه أصلا كان نايم. فكولت على طول بتضربه بالقلم وبتقول له إنه ما كانش ينفع أساعدك لأنك بدأت تتقرب للشيف وعايز تاخد مكاني. فلينجويني وقتها قرر يعترف لها بكل حاجة، وقال لها أصلا إنه ما بيعرفش يطبخ، وقال لها كمان إنه عنده سر لازم يقوله، بس وقتها بيتلخبط وما بيعرفش يقول لها إيه. ومن الناحية التانية المحامي راح للشيف وأكد له إن لينجويني فاضل له 3 أيام بس من السنتين، ولو عدوا ال3 أيام دول المطعم هيبقى ملك للشيف سانكر. وبنرجع تاني للينجويني وكولت اللي خدته معاها على الموتوسيكل بتاعها، بس ساعتها طار منه الطربوش وكان جواه الفار ريمي. ولما ريمي خرج وشاف العربيات والناس كان زعلان جدا من نظرات الناس ليه، بس بيقابل أخوه ميل مرة تانية وأخوه برضه بيطلب منه أكل، فريمي بياخده وبيرجعوا للمطعم، وكان بيحاول المرة دي إنه يسرق أكل كتير، وراح يسرق مفتاح التلاجة من المكتب، بس وقتها شاف الورق بتاع الشيف وعرف إن لينجويني يبقى ابن جوستو. بس وقتها دخل عليه الشيف سانكر، فريمي على طول مسك الورق ببقه وطلع يجري،
ولما ريمي وصل الورق للينجويني، لينجويني بقى هو كده الوريث الشرعي للمطعم، وراح عمل حفلة مع كل الشيفات وخطب كوليت، والجرايد كلها كتبت عنه. وبعدها بيجي أهل ريمي وبيفضل يطلع لهم أكل من التلاجة. ولما الصحافة جت المطعم عملوا لقاء مع لينجويني وسألوه عن موهبته، فطبعا لينجويني ما بيجيبش سيرة الفار وبيفضل يتكلم عن نفسه وعن كوليت، فبيتضايق الفار ريمي جدا من اللي هو قاله. بس بعدها بثواني بيدخل عليه الناقد المشهور إيجو أنطونيو اللي شفناه في أول الفيلم بيتكلم مع جوستو، وبيقول للينجويني إنه بكرة هيجي يجرب الأكل وكمان هيكتب عنه. فلينجويني بالليل بيتخانق مع الفار وبيطلعه بره المطعم. بس بعدها ريمي بيشوف أخوه وكان معاه فران كتير، وقال لهم إن هو هيعزمهم على أكل كتير. وبعدها لينجويني لما بيرجع البيت ما بيلاقيش الفار، وكان مفكر إنه هيرجع يلاقيه زي كل مرة، فعلى طول رجع للمطعم تاني وكان عايز يعتذر له عن اللي هو عمله. بس لما فتح التلاجة لقى فيها فران كتير جدا، وساعتها بيعرف إن ريمي بيسرق الأكل هو وعيلته. فطبعا لينجويني اتعصب وطردهم كلهم بره. بس وقتها الشيف سانكر بينجح إنه يمسك ريمي لأنه دخله المصيدة مكان أخوه إيميل. وفي اليوم اللي بعده بيوصل الناقد للمطعم وبيطلب الأكل، وبيطلب من الجرسون إنه يقول للينجويني إنه يقدم له أحسن حاجة عنده. ومن الناحية التانية والد ريمي بيروحوا له وبينقذوه من القفص، بس ريمي بيقول لهم إن هو لازم يرجع المطعم بسرعة علشان يلحق لينجويني. وبنروح للمطعم بقى اللي كانت الدنيا مقلوبة فيه لأن لينجويني ما كانش عارف يطبخ أي حاجة من غير الفار. ولما بيوصل ريمي للمطبخ الطباخين كلهم بيحاولوا يقتلوه، بس لينجويني بيوقفهم وبيحكي لهم عن الحقيقة. وقتها الطباخين كلهم ما بيعجبهمش الكلام وبيسيبوه وبيمشوا، وحتى كولت هي كمان سابته ومشيت. بس والد ريمي بيجي وبيقول لريمي إنه هو هيساعده. وللأسف في الوقت ده دخل عليهم مفتش الصحة ولقى المطبخ مليان فران، فريمي بيطلب من نص الفران اللي معاه إنهم يروحوا يتصرفوا مع المفتش، والنص الباقي يساعدوه في الطبخ هنا. وبيطلع لينجويني بنفسه يقدم الأكل للزباين، وريمي كان لسه في المطبخ وبيشرف على كل الفران. بس كولت بعدها قررت إن هي ترجع وتقف مع لينجويني، واتفقت المرة دي مع الفار وعملوا طبق جديد اسمه راتاتويا. وفعلا لينجويني بعدها أخد الطبق وراح قدمه للناقد، بس لما الناقد بيدوق الأكل بينبهر وبيكون متفاجئ جدا بطعمه، وبيشكر لينجويني على الأكل الجميل ده. لكن لينجويني وقتها بيقوله إن مش هو اللي طبخ، وبيروح يجيب له كولت والفار وبيحكي له القصة كلها. فالناقد بعدها كتب إنه مش أي حد يكون طباخ، لكن الطباخ ممكن يكون أي حد. وكتب برضه إنه مبسوط جدا من العبقري اللي بيطبخ في مطعم جوستو، وبيعتبره إنه أحسن طباخ في فرنسا كلها. بس بعدها الحلو ما بيكملش، لأن بعد اللي مفتش الصحة شافه بيتقفل المطعم. بس مع ذلك بيفتح لينجويني والفار وكولت مطعم تاني، وبيعملوا فيه أحلى راتاتويا واللي هي خلطبيطة بالصلصة. والناقد أنطونيو كان دايما بيجي عندهم وياكل في المطعم. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.